انا مش عارف يا استاذه اسيا، انت ما بترديش عليا ليه؟ وحشتيني قوي على فكره. انا مش عارفه اعمل ايه. انت لازم دلوقتي تبقي مش بتفكري غير في انك ازاي تخرجي من المشكله اللي انت فيها دي. بقول لك ايه، انت لازم تروحي لضياء وتتكلمي معاه قبل ما ابوكي واخوكي يعرفوا اللي حصل. انا مش عايزه اسمع سيره البني ادم ده تاني. معلش، بس دي غلطته وهو لازم يتصرف ويحلها. طب وعمرو ده هعمل معاه ايه دلوقتي؟ سيبيه، ما ترديش عليه دلوقتي. ايوه بس هو مش هين عليا. انا بقيت مشدوده له قوي وخايفه اظلمه معايا. توك ما افتكرتي يا بت؟ خسارة تربيتي فيكي. في قلبي وبالي يا خالة والله، بس الظروف. أبوي من ساعة ما اشتغل مع المقدس وهو بيطلع من الصبح بيرجع بعد العصر، وأنا ما أقدرش أتحرك من البيت عشان لو احتاج حاجة. ربنا يخليهولك يا حبيبتي ويفرحوا بيكي. هو له غيرك؟ تشربي ايه؟ لا أنا مش عايزة أشرب حاجة، أنا عايزة غزل البنات والفول السوداني اللي كنت بتجيبه لي أنا وزينب وإحنا صغيرين. الأيام الحلوة والعشرة الطيبة يا عفاف. ما عشان العشرة الطيبة دي يا خالة أنا جيت لك. خير؟ في واحد غريب جاي لأبويا وسأله على عم محمد الله يرحمه. غريب؟ شكله ايه؟ بقول لك ايه يا قلب اخوك، هات لي ب 10 جنيه فول و10 جنيه طعميه، وخليه يحبش بصل على سلطه، وحط لها شويه بصل ما حبش على السلطه. شفت عجيبه هناك بقى يا فهد؟ شفتها وسمعتني الكلام. بس ديكوا جايبه 5 ساعات فول يا عبده، وحسابه وحساب فهد خلصان. لا تشكر يا صاحبي، انا حسبت خلاص. يبقى لسه شايل يا صاحبي. تعالى يا ريكو، صل على الرسول يا عم. عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا ابن الناس، لو انت مزاملني لغرض معين في دماغك فانا بقول لك نفضها سيره احسن، ولو على السكن والجيره يا سيدي ما تقلقش، انا واهل بيتي هنشوف مطرح تاني. انت راجل ابن شارع وتفهم في الاصول. انا عن نفسي من وانا عيل صغير قد كده كنت لما اخش بيت اي حد احط عيني في الارض. ليه؟ عشان ما اجرحش اهل البيت. يبقى انا كده راجل اصولجي وده اللي اتربيت عليه. انا ما اعرفش بقى دنيتك ماشيه ازاي. يا عم فهد عليا النعمه من نعمه ربي دي على عين لسانها ما يخاطب لسانها تاني. كل الحوار ان انا كنت عايز اشتري لبس الواد زياد وما بفهمش في القصه دي، قلت لها تيجي تنقي وتختار معايا. يا عم يا ملا وما اللبس